اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. يلا بينا نخش على الفيديو نشوف مقاديرنا النهارده هنعمل ايه مع بعض. هنعمل ان شاء الله بيتزا. معايا كيلو ونص من الدقيق، اوردر مطلوب مننا النهارده. هنشوف مقاديرنا هنعمل ايه. معايا زي ما قلت لكم كيلو ونص من الدقيق، عليهم كوبايه ميه، وفي قلب كوبايه الميه معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر. هدوبهم واسيبهم 3 دقايق يختمروا. بعد كده هنزل عليهم على الدقيق زي ما انتم شايفين معايا، وهعجنهم بلبن او بميه زي ما تحبي، ونص كوبايه من الزيت، وكيس بيكنج باودر، وهديها تقليبه حلوه كده زي ما انتم شايفين. هعجنها عجينه مظبوطه، هقعد اعجن فيها شويه لحد ما قوامها يكون مظبوط معايا زي ما انتم شايفين كده. وهنعملها بالفراخ زي ما قلت لهم، كيلو ونص دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر، عليهم رشة من الملح، في كوباية في مية، عليها معلقة خميرة، عليها معلقة من السكر، وهسيبها تختمر مع بعض. اول ما تختمر معايا وحجمها يتضاعف هقوم نازلة على الدقيق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. انا بعجن في العجينة حلوة، ولو عندك عجان تقدري تعجني فيها، مفيش اي مشكلة برضك. زي ما قلت لكم هعملها بالفراخ كده. خلاص العجينه بتاعتي بقت حلوه معايا زي ما انتم شايفين اهي، وقوامها بقى كده حلو معايا. معايا بوله فيها شويه من الزيت، هقلبها من تحت لفوق كده وهحطها. ما شاء الله العجينه بتاعتي جميله وحلوه معايا، تماسكها حلو معايا. هنعمل الصوص بتاع البيتزا بقى. معايا معلقه توم فريش كده، هنزل فيها بالزيت وهحمرها تحميره حلوه، وهنزل بالصلصه بتاعتي عندي جاهزه. ما عندكش صلصه جاهزه ممكن تعملي طماطم، تضربي طماطم وتنزلي عليها في التوم. معايا معلقه من الكمون، معلقه من القرفه، معلقه من التوم البودر وبصل بودر برضك، معلقه من الشطه، معلقه من البابريكا، ونزلت عليها كده ونسيبها تتسبك مع بعضها. معايا بول حله فيها شويه من الزيت او شويه من السمنه، هنزل بصدور الفراخ بتاعتي كده وهشوحها تشويحه حلوه. حابه بقى تضيفي انت وراحتك بقى بصل طماطم فلفل، عايزه تعملها بفراخ بس من غير بصل او طماطم او فلفل، مفيش اي مانع. هي مطلوبه ببصل وبخضروات يعني وفراخ زي ما انتوا هتشوفوا معايا. بقطع البصل والطماطم بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، والفلفل اهو. والعجينه بتاعتي بتختمر على جنب، ملناش دعوه بقى دلوقتي. وانا بستعمل جبنه موتزاريلا اللي هي الحامض، دي احلى نوع جبنه، اسمها الحامض. تمام كده. عاوزه اقولك كانت طعمها جميله والله. احنا عملنا يعني للمطلوب، وعملنا لنا كمان اكلنا منها. ما شاء الله كان طعمها جميل، وهتشوفوها معايا دلوقتي في الفيديو برضك. كانت قطنيه جدا وكانت حلوه وطريه. هتشوفوا معايا كل حاجه في الفيديو دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو. كده قطعت الخلطة بتاعتي، والفراخ كده خدت تشويحة حلوة برضك. معايا ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، قرفة، شوية من السبع بهارات، ومعلقة من خلطة الفراخ او خلطة الشاورما. تمام كده. تيجي من عند العطار خلطة فراخ وخلطة شاورما. خلاص كده الفراخ بتاعتي بقى بسيبها تستوى مع بعضها. وهنا العجينة بتاعتي كانت اختمرت زي ما بقول لكم، الجبنة الموتزاريلا اسمها الحمد. خلاص كده عجينتي اختمرت معايا وبقت مظبوطه وحلوه ما شاء الله، هي نت تبارك الله. هي هكورها بقى كده وهقطعها على قد الحجم اللي انا عاوزاه. هنعمل مع بعض كميه يعني هنشوفها دلوقتي سوا. وفاض معايا عجين كمان هتشوفوا دلوقتي، وهتشوفوا انا عملت فيه ايه وهعينه ازاي. كده هنعمل بيتزا حجم كبير، وهنعمل حجم وسط، وهنشوف برضو دلوقتي هنعملها ازاي. اهونت كده انا فردتها على الصينيه مطلوبه حجم كبير زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله ما شاء الله العجينه كانت طريه تحت ايدي،
وحلوة، ما كانتش جامدة ولا حاجة، وكانت ملمسها ناعم وكانت كويسة اهو زي ما انتوا شايفين. فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الصوص بتاعي بقى جاهز معايا كده، انا فردتها. هنعمل الصينية التانية زي ما انتوا شايفين. الصوص بتاعي لو ما عندكش صلصة جاهزة ممكن تعملي طماطم على بصلاية على فلفل، تضربوهم مع بعض في الخلاط، تقدحي شوية من الزيت فيهم معلقة من التوم، وتنزلي بالصوص بتاعك ده وتسيبيه يتسبك مع بعض. خلاص كده انا عجنت العجينة بتاعتي، جبت الخليط بتاعي اللي انا عملته معاكم اهو، وبدهنها كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت شوية من الجبنة كده. الفراخ بتاعتي يعني كانت خلصانة معايا وكانت مستوية وجميلة. هفرد بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله الحشوة كانت مليانة فراخ وكان طعمها جميل جدا والله العظيم، واحسن من اللي بتيجي من بره كمان. بألف هنا يا رب للي كان ليه نصيب ياكل منها. اهونت ما شاء الله، دي حجم كبير زي ما انتوا شايفين معايا كده. خلصتها، هرش بقى جبنة. هنعمل بقى الصينية التانية معانا اهونت برضو نفس النظام. اللي وصلت معايا هنا متنساش تحط اللايك والشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وهنزله ان شاء الله. تشجيعا حلوة منك كده. خلاص خلصناه. دي الصينية التالتة زي ما قلت لكم، كان اوردر مطلوب من ماما بس انا اللي عملتها يعني. اهونت كنا عاملين كمية وعملنا لنا برضك، وفاض معايا عجينة من الكيلو ونص زي ما انا قلت لكم. تقدري تعجنيها بزبادي، تقدري تعجنيها بلبن، تقدري تعجنيها بميه، المتاح عندك مفيش اي مشكله، مش هنقول لا. دي كانت مطلوبه برضك بس يتحط عليها برضك شريحه طماطم وفلفل زي ما انتوا هتشوفوا. وغرقي بقى جبن، كتري وبلاش تستخسر. ايوه كده. لايك بقى لاختك ام اشرقه، تشجيعا حلوه منك كده. حطي 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 يا اختي، كتري وبلاش تستخسري زي ما قلتلك. حطي. ايوه كده، هو ده الكلام المظبوط. العجينة كانت جميلة جدا جدا معايا، وكانت قطنية وكانت جميلة بصراحة. يعني كانت حاجة كده ولا في الخيال، احلى من اللي بتيجي جاهزة من برا والله. اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص خلصت الكمية بتاعتي معايا. الفرن بتاعي ساخن على درجة حرارة 200 اهو. شايفين بقى العجينة بتاعتي دي فاضت معايا، كورتها وحطيت في طبق شوية من الزيت، وقمت حاطه رصه العجينه بتاعتي كده وهدخلها الفريزر برضو. شايفين معايا البيتزا معايا في الفرن هنا، هتظهر لكم على الشاشه من فوق. ما شاء الله استوت معايا وكانت جميله جميله جميله. هتشوفوا برضو لونها من تحت عامل ازاي، وشايفين كانت طريه ما شاء الله وجميله اهو. شايفين ما شاء الله. بألف هنا يا رب اللي كان ليه نصيب ياكل منا يا رب. اهونت دي الحجم الوسط اللي كانت معايا اهي. يا ريت تنورونا على صفحتي على الفيسبوك اسمها يوميات انا وماما برضك، هسيب لكم اللينك ان شاء الله في صندوق الوصف. وهناك الاسعار وكل حاجه مكتوبه هناك. فايته كتير قوي، اللي ما شافش الفيديو اللي مش متابعني على الفيس يروح يتابعني هناك كده. خلاص الكميه بتاعت خلصت معايا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. لونها كان جميل وكانت مستويه، ما كانتش طريه ولا حاجه اهو. شايفين بقى الجبنه. هنا خلاص خلصنا طلبنا النهارده ما شاء الله. هو نت اهو. كانت جميله، كانت حاجه جميله ما شاء الله. دي بقى وهي في الفرن
شايفين كنت معاكم خطوه بخطوه، وبحب اديكم طاقه ايجابيه كده ونشارككم اليوم بيومه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتطلعوا منه مستفيدين. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي.